في قاعدة في التعلق والإعجاب: كل من تعلق بمخلوق عذب به. معقول يا شيخ؟ نعم، كل من تعلق بمخلوق، حتى لو تتعلق بأبنائك تعلق زائد تحبهم حب مع الله، أما حب الفطري والجبلي كل يحب عياله، لكن إذا كان حبهم أشغلوك: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، من يوم يصير الحب تعلق حتى يمنعك من الطاعة. فكيف امرأة تتعلق بصورة إنسان؟ مثل ما قال أخوي عبد الرحمن: ما درابت، ولو درابت ورد عليك مرة مرتين كلها كلام فاضي، وفي النهاية الحسرات وصحراء ما لها أبدا ساحل، تنتهي حياتها وتبدأ تبكي ليلها مع نهارها. لا نتعلق إلا بالله، ووالله إن من أحب يعيش سعادة لو ما له قبيلة ولا وطن ولا سند ولا زوجة ولا ولد. حب الله قلب واحد، إذا تعلق بمخلوق نسي الخالق، فلماذا نتعلق؟